عشان يخلص من مراته العاميه وورثها بيحط سلك الكهرباء في الكرسي بتاع ابنه، واول ما مراته العاميه بتروح تحط ابنها على الكرسي بتتكهرب والكرسي بيولع، وبيفرح هو وحبيبته الخدامه، وبعد ما بيمشي بيطلع انها ما ماتتش، لا ده جاب نتيجه عكسيه وبقت تشوف، والخدامه التانيه بتديها ابنها وبتكون مش مصدقه لانها اول مره تشوف ابنها، والخدامه بتحكي لها على اللي كان بيحصل من وراها، وبتقول ده في يوم بعد ما ركبوها العربيه البنت لقت حبل، ولما شدته العربيه كلها اتحركت، وبتكون خايفه ومش عارفه توقف العربيه ازاي، والخدامه بتكون شايفاها وبتيجي وراها، وجوزها والخدامه اللي بيكونوا بيعملوا كده عشان يتخلصوا منها ويورثوا كل فلوسها، فالخدامه بتخاف عليها وبتطلع تيجي وراها وبتركب العربيه من قدام، وبتقدر انها توقف العربيه، وبعد ما بتنزل بيجي ظابط وبيسال ايه اللي بيحصل، وجوزها بيجي وبيقول للظابط دي كانت بتحاول تموت مراتي، والخدامه حبيبته بتقول ايوه انا شاهد عليها، وبيخلي الظابط يديها مخالفه ب $5000، واخر حاجه بتحكي له انه كان بيحاول يتخلص منها وبيحط لها كهرباء عشان يموتها هي وابنها عشان هو بس اللي يورث، وفعلا بيطلع الصح وبيجيب بقى محامي وبيكون معرفه ان مراته ماتت وهو عايز يورث، ومراته بتيجي وبتقول له الدرجات دي انت مستعجل على الفلوس، والمحامي بيزعله وبيقول له مراتك طلعت عايشه اهي، وبيمشي وما برضاش يعمل له اي حاجه، ومراته بتطرده من البيت وبتقول له انا هرجعك شحات زي ما كنت.